السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات روتين كده حلو، نشجع كلنا مع بعضينا. بدأت كده معاكم بالبوفيه. كان عندي البوفيه بقاله فترة طويلة، بصراحة ما عملتوش يعني ما نضفتوش. فزي ما انتم ما شايفين كده اكيد يعني الشكل واضح، مليان تراب مليان تراب بمعنى الكلمة. فقلت خلاص بقى انا فاضل لي كام حاجة كده هخلصهم بإذن الله، وبعد كده خلاص بقى الجو خلاص بدأ ان هو يسجع. فقلت ده من ضمن التنظيفات يعني اللي انا بعملها. في حاجات كتير انا عملتها بس ما صورتهاش، بس في حاجات برضو اللي بتكون مثلا هعرف اصورها معاكم بصورها معاكم. من ضمن الحاجات اللي انا هعملها معاكم او كده اللي هو تنظيف البوفيه، يعني عشان هو كده يعني حاجه كده مش هتاخد معانا وقت ومش هطول معانا في الفيديوهات يعني وكده. فقلت اشاركها معاكم. خدت كده فضيت كده بقيت افضي وادخل كده على المطبخ على طول، وابدا كده ان انا اخد الكوبايات بتاعتي كده اغسلها. الكوبايات والاطباق والرفوف كله مليان تراب، لان بصراحه في الصيف كنا يعني يعتبر كان طول الوقت الشبابيك مفتحه، فطول النهار يعني وبالليل برضه نفس الموضوع. فعشان كده الدنيا بصراحه اتملت تراب بطريقه مش عاديه خالص. فقلت اعمله معاكم عشان خاطر خلاص بقى ان شاء الله يعني يومين تلاتة كده وهبدأ ان انا افرش السجاد يعني وكده. فقلت انضف البوفيه وعشان اخلص منه بصراحة، لان بقالي برضو نفس القصة، بقالي كام يوم عايزة اعمله وكل يوم اقول النهارده بكره النهارده بكره. فقلت لا بقى ما بديهاش، خلاص الجو سجع وانا عايزه اخلص من الموال اللي انا فيه ده. وانا بصراحة لما افتح الفتحة دي ببقى متضايقة بصراحة، بكون عايزة اخلصها بأي طريقة عشان ابقى مرتاحة كده نفسيا. فخدت كده الكوبايات وجيت افضي الرفوف كلها واخدها كده واصبنها كده. طبعا هي ما فيهاش حاجة والله، بس ما اعرفش اغسل حاجة كده بمية فاضية. يعني مثلا هي الكوبايات والاطباق وكل الحاجات اللي اصلا في البوفيه بنشيلها بنغسلها ونرجع ننضف الرفوف ونرصها مكانها، يعني ولا بنستخدمها ولا اي حاجه. بس كل ما في الموضوع ان هو شويه تراب بس عليهم. بس انا برضو ما بعرفش اغسل الحاجه غير ب... بالبريل كده والسبونشة اللي معايا. دي عاده فيا يعني بصراحه. فالمهم كده هنغسل كل الحاجات اللي فيه وهننضفه كده وهنديله تلميعة حلوة من الداخل من الرفوف يعني وكده، عشان نرص الحاجة بتاعتنا على نظافة. بقى مين لسه زي كده ولسه ما فرشش؟ يعني انا حاسه ان انا اخر واحده ممكن تفرش فرش الشتاء. معرفش انا بدأت متأخر ولا يعني انا بصراحه مش عارفه بس هو الموضوع كله ان انا بصراحه الله ادي لي فتره طويله تعبانه يعني. فانا بعمل الحاجه كده يعني بالعافيه. لازم اقوم الصبح بعد ما افطر اخد برشام مسكن عشان اقدر اجف واعمل مثلا اقضي حاجه في البيت. اه والله العظيم زي ما بقول لكم كده، لان في حاجات انت اصلا بتعمليها، يعني مثلا حاجه زي كده انت بتعمليها وفي نفس الوقت لسه مطلوب منك ان انت تعملي غدا، ومطلوب منك ان انت تنظفي مثلا البيت بتاعك تنظيف اللي هي العادية. بس برضو يعني تروج السراير تكنسي تمسحي. طول ما الارض برضو مش مفروشة عايزة كل يوم كنس ومسيح. بس انا مش بمسح كل يوم يعني عشان للامان، عشان هو اصلا الجو لما سقع فمش مستاهل ان الواحد كل يوم يقعد يسجح في نفسه. فمطلوب منك حاجات كتيرة انت عايزة تعمليها في اليوم، وهو اليوم اساسا حاسة ان هو بيخلص بسرعة. والله العظيم من الصبح لحد الظهر كده بحس ان الوقت بيجري. فالمهم بقيت اغسل كده واشطف، وجبت كده فوطة كده فردتها كده على رخامة المطبخ، ورحت اللي بشطفه اللي بغسله بصبنه كده واشطفه اروح واخداه على الفوطة على طول، بكفيه كده عشان يتصفى معايا، وعشان ما ارصش الحاجة بالمية بتاعتها. برضو لما باجي ارص لو لقيت فيه مي بخلي فوطة معايا نظيفة، لو لقيت حاجة فيها مثلا لسه فيها مية بنشفها كويس عشان ما تعملش ريحة وتعمل ريحة كمكمة يعني في سواء كان في النيش بقى او في البوفيه او في المطبخ. حتى لو الحاجة بتاعة المطبخ نفسها هترصيها
برضو بتبقى محتاجة ان انت تصفيها كويس وما تكونش فيها اي مية خالص. خلاص كده انا خلصت الكوبايات كلها، وجبت هنا كده دوت الطقم الاركوبال كده، بدأت برضو ان انا ايه اغسله كده معاكم. بس طبعا انا بصور معاكم مقاطع بسيطة كده من او اجزاء بسيطة من كل حاجة انا بعملها في اليوم. يعني انا غسلت معاكم الحاجات ديت، وهدخل كده بعد ما اخلص كل الحاجات ديت واشطفها، هروح داخله على البوفيه كده مروجه عليه كده، اديله تلميعه كويسه من الداخل يعني. وهرص الحاجه وهوريكم بعد ما ارص الحاجه كلها هيكون شكلها عامل ازاي، لان انا لو قعدت رصيت معاكم ونشفت الحاجات كوبايه كوبايه هناخد يوم مع بعضينا، فالفيديو هيبقى طويل كده وهيبقى ممل. فانا بحب ان انا كده اشارك معاكم حاجات ان هي تشجعكم، وفي نفس الوقت بوريكم الحاجة قبل واوريها لكم بعد، وعشان برضو في نفس الوقت ما اطولش عليكم. بس هنا كده خلاص في الوقت دوت انا كنت غسلت كل حاجة وسبتها لحد ما اتصفت كويس، وبعد كده خدتها كده رصيتها طبعا، ولو في مية بنشفها. بس هي في حاجة عايزة اعملها، يعني عايزة اجيب مفارش احطها احطها كده في البوفيه، يعني كده على الرفوف كده عشان تدي شكل حلو للحاجة يعني وهي مرصوصة. ديت الرصة اللي انا ارصها، لان هو كده كده اساسا مقفول، مفيهوش ظرف جزاز ولا حاجة ان هي الحاجة تبقى مكشوفة. لا، الظرف بتاعته خشب عادية مقفولة، فمش هتبان الحاجة. فهي اي رصة مش بتفرق معايا الرصة جوه، على قد ما ان الحاجة تكون نظيفة. ودامت الحاجة اساسا اصلا يعني مش ظاهرة، فعادي يعني. المهم ان هي تكون نظيفة، ومثلا لو انا احتاجت حاجة منها هسحبها كده ضامنة ان هي نظيفة وكل حاجة يعني. وغير كده لما افرش عشان برضو ما احسش ان في حاجه مش ما اتنضفتش. يعني مثلا عشان يعني مثلا البوفيه لو كنت ما نضفتوش او ما غسلتش الحاجات اللي جوا، كنت بصراحه ما كنتش هبقى مرتاحه، كنت هبقى حاسه ان لا، في عملت حاجات كتيره بس في حاجه مش نظيفه في المكان. بس فهو البوفيه برضو انا مش بنضفه بصراحه للامانه يعني على طول. هي زي ما نقولوا كده على المواسم، يعني على دخلة رمضان مثلا، على دخلة الشتاء زي كده الصيف، على عيد بتاع كده يعني، اللي هي على المواسم. لكن مش على طول، مش بنضفه بصراحة على طول يعني، عشان اكون صريحة معاكم. خلاص كده بعد ما نضفت كده البوفيه بتاعي ورصيت الحاجة، رجعت كل حاجة مكانها. قلت بقى قد كده كنسة كده سريعة. طبعا انا كنت روقت الاوض وسويت السراير وظبطت الدنيا، عشان برضو محبش الدنيا تكون، عشان ما تشبكش في حاجة واسيب الدنيا حواليا تكون متبهدلة، يعني الكنب منحكش والسرير حالته مش حلوة. فلا، انا اول ما بصحى من النوم وكده بعد الفطار وبعد ما الدنيا ابقى وحدية في المكان، اروح بقى اروج السراير دي اول حاجة. ولو الكنب مثلا الشيلت بتاعته مش مظبوطة بظبطها. وعشان بعد كده بدخل على المطبخ لو في غسيل مواعين، في شوية غسالة هيتحطوا في الغسالة، وهكذا. يعني بحاول ان انا ارتب يومي، وفي نفس الوقت تكون الحاجة عندي ما يكونش فيه كركبة وفي بعدالة كده في المكان، عشان بس الراحة النفسية، عشان الواحد بس يبقى مرتاح نفسيا إيه من ناحية الحاجة اللي هو بيعملها. خلاص كده يا بنت. وهنا برضو كده دخلت كده على الاوض كلها زي ما انتم ما شايفين، هي الدنيا الحمد لله مترتبة. بس هي كانت عايزة كنسة بس كده سريعة. بس بصراحة انا مش همسح النهاردة خالص، يعني عشان انا حاسة ان خلاص الوقت خلاص، خلصت البوفيه، خلصت الحاجات اللي كانت في البوفيه وطلعت كده. قبل ما انضف البوفيه معاكم بصراحة كان عندي شوية مواعين في المطبخ الصبح غسلتهم. ده اول حاجة يعني عملتها، عشان خاطر لما اجي اغسل الحاجات الكوبايات والحاجات اللي مرصوصة في البوفيه، يكون المطبخ عندي يكون نظيف، ما يكونش فيه حاجة كده تكون مضايقاني يعني وانا واقفة. بس فقلت هنا هكنس الشقة كده على طول، ده كنسة كده سريعة، وبعد كده هدخل نعمل الغدا مع بعضينا. بس اللي هي ديت كنسة كده سريعة كده من غير مسيح يعني. بس حابة بقى لو وصلت معايا لحد هنا والفيديو بتاعي كده عجبكم، يا ريت كده تشجعوني كده وتشتركي كده في القناة لو اول مرة تشوفيني، وكمان تحطي لي كده لايك كده من ايديك الحلوة وكومنت حلو
وكومنت حلو منكم تشجعوني بيه. هو لسه كمان عندي كام حاجة كده بصراحة عايزين يتعملوا، فهعملهم بإذن الله عشان خاطر ان انا افرش يعني وكده، اكون خلاص خلصت يعني. هي حتى الواحد لما بيفرش يعني مش بتبقى هي دي النهاية، لا ده بيبقى لسه برضو في حاجات تانية عايزة تتعمل. كل يوم بتلاقي الشقة بتاعتك عايزة ايه ايدك فيها على طول، عشان خاطر اللي انت عملتيه ما يروحش عليكي يعني، ما يروحش بالساهل. خلاص كده بعد ما كنست الشقة كلها دخلت كده على المطبخ ورحت قلت ايه، هعمل صينية مكرونة. كنت طبعا حاطة في الوقت ده وحطيت الحلة بتاعتي وحطيت فيها مية، وسبت المية لحد ما غلت، وضفت كده شوية ملح وشوية زيت عشان المكرونة بتاعتي متمسكش في بعضيها، واديتهم كده تقليبة مع بعضيهم، وهسيب المكرونة كده ايه مع نفسها. هنا كده كنت مجشرة 4 بصلات، بس 4 بصلات صغيرين يعني مش كبار، وهقطعهم كده تقطيع ناعم كده على ايد على السريع. محبتش ان انا اطلع الكبة بصراحة عشان كنت كسلانة، كنت كسلانة اطلع الكبة بتاعتي. قلت ايه اقطعهم لسه هطلع الكبة واقعد افرم فيها البصل وبعد كده اجي اغسلها. انا عايزة اختصر الموضوع، عايزة اخلص، عايزة انجز، لان زهقت بصراحة من الوقفة الطويلة. بتتعبني، بتتعب رجلي وبتتعب ظهري. بصراحة يعني ببقى واقفة كده على الحوض بغسل مثلا المواعين ولا كده، ولا واقفة بعمل اكل، اقسم بالله ببقى واقفة يعني ربنا هو اللي يعلم بيا من كتر التعب. بس طبعا مفيش بديل لينا. لازم هقوم ولازم هعمل يعني الحاجة، حتى لو سبتها يوم واتنين وتلاتة وعشرة هقوم انا برضو هعملها. فبختصر يعني كده وايه وبقوم من نفسي يعني. هنا حطيت المكرونه تتسلق، وبعد كده جبت ال4 بصلات قشرتهم كده وغسلتهم، وبدات ان انا كده ايه ان انا اقطعهم كده تقطيع ناعم على قد ما اقدر، على قد ما اقدر كده بنعم التقطيعه بتاعه البصل عشان ما احبش البصل يكون ظاهر خالص في الاكل. يعني بحب البصل يكون ناعم، يكون الفرم بتاعه يكون ناعم على الاخر يعني على قد ما اقدر. او لو في الكبه كمان برضو بيبقى انعم من تقطيع الايد، بس هو انا كنت كسلانه اطلع الكبه عشان ما اغسلهاش يعني. المهم كده جبت كده طاسه تحت، حطيت فيها شويه من الزيت، زيت على سمنه، ورحت كده ايه والبصل كده بدات ان انا اشوح في البصل طبعا بتاع العصاج مش بنسيبه لحد ما يتحمر، ده هو بس يدبل، وبعد كده بننزل باللحمه كده باللحمه كده عليه على طول يعني. وكمان انا كنت مسرعه الفيديو كان اطول من كده كتير والله، ده انا قصيت منه حاجات، وكمان مسرعاه على قد ما اقدر علشان خاطر بس الفيديو ما يبقاش طويل وما يبقاش كده فيه ملل في الموضوع يعني بحاول على قد ما اقدر الفيديو ما يزيدش عن تلت ساعة، يعني يوم ما الفيديو يكون طويل معايا هو يكون تلت ساعة. لكن الحمد لله الفيديو بتاع النهاردة حوالي كده 16 دقيقة يعني ربع ساعة بس. إيه خلاص كده يعني. المهم بنشوح كده في البصلة لحد ما تدبل، وبعد كده ايه خليت البصلة بتاعتي دبلت ورحت نزلت ايه بكمية اللحمة اللي معايا. بصوا ان المكرونة بالبشاميل ديت انا بعملها بصل ولحمة بس والبشاميل يعني ما بضيفش حاجة للحمة غير البصل بس، ولا بضيف فلفل الوان ولا فلفل اخضر، ولا بضيف اللهم صل على حضرة النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولا بضيف طماطم ولا صلصه خالص. هو اللحمه، البصله واللحمه بس، وطبعا وشويه التوابل ملح وفلفل وشويه من ال7 بهارات، وخلاص على كده وشكرا على كده. ده بالنسبه كده ايه للعصاج بتاعي. ما بضيفش اي حاجه تانية خالص غير كده يعني، عشان في ناس بتحط فلفل، بتحط طماطم، كل واحد طبعا على حسب ما بيحب وكل واحد براحته. اما البشاميل هنا كده كنت عملته، طبعا المكرونه سلقت وصفيتها وغسلتها برضو. المكرونه بعد ما بتتسلق بحب اغسلها، بديها كده شطفه تحت الميه. البشاميل عملته ازاي؟ جبت 4 معالق كبار من سمنه على زيت، و4 معالق كبار دقيق، شوحت الدقيق كده مع السمنه والزيت لحد ما الدقيق بتاعي ريحته طلعت، ورحت ضفت كيلو من اللبن او لتر من الحليب يعني. بس كده دي الطريقه بتاعتي في البشاميل.
بشوح كده الدقيق لحد ما ريحته ما تطلع، بعدين بضيف اللبن وايدي فيه على طول، بقلب كده على طول عشان خاطر ما يكلكعش مني. وبعد كده بضيف الملح وبضيف شويه من الفلفل. وطبعا حابه تضيفي بقى جبنه، حابه تضيفي قشطه، مكعب مرق على حسب ما بتحبي. تضيفي بيضة، انا بحب اضيف بيضة بصراحة. يعني بعد البشاميل بتاعي ما بيستوي وبرفعه من على النار، بجيب بيضة كده ربها كده في طبق واحط لها شوية فلفل، وبعد كده بنزل بيها على البشاميل كله واقلبها كده مع البشاميل على السريع عشان خاطر بس ما تستويش معايا من سخونة البشاميل. وبعد كده ببدأ ان انا كده اخد شوية من البشاميل احطهم في قاع الصينية، بفردهم كده في قاع الصينية، وبقسم كمية البشاميل نصين. بجيب المكرونة بتاعتي اللي انا سلقاها وشطفاها احطها في الحلة تاني وانزل عليها بنص كمية البشاميل وبقلبها كلها مع بعضيها. وبعد كده باخد نص كمية المكرونة احطها في الصينية، افردها في الصينية، وبعدين احط اللحمة في النص. وبعد كده برضو اخد كده حوالي شوية من البشاميل كده على وش اللحمة. وبعد كده بضيف نص كمية المكرونة التانية على اللحمة من فوق. بفرد كمية المكرونة الأخيرة كده من على الوش. وبعد كده بكون مبقية شوية بشاميل احطهم على وش الصينية من فوق خالص، عشان خاطر المكرونة بتاعتي لما تدخل الفرن تاخد لون حلو، هتشوفوا معايا في الآخر. وفي نفس الوقت ما تتحركش مني. يعني المكرونة لو مش محطوط لها بشاميل من على الوش هتلاقيها هتنشف معاكم وهتكون مش حلوة. بس كده انا كده فردت اول طبقة من المكرونة. بعد كده رحت ضفت لها كده اللحمة، وخدت كده شوية من البشاميل اللي فردتهم كده على اللحمة. وادي كده الجزء الاخير من المكرونة بفرده بنفس الطريقة كده واسويه كويس. وبعد كده باخد بقى كمية البشاميل واحطها كده من على الوش. بس كده ادي طريقة المكرونة بطريقة سهلة وبسيطة خالص وبتكون طعمها حلو. طبعا كل واحد على حسب ما بيحب. في ناس بتحب تضيف جبنة من على الوش، بس انا بفضل لو هحط جبنة، لو عندي جبنة مثلا وهحطها ما بحطهاش على الوش، بقى بحطها في البشاميل نفسه، بتسيح في البشاميل ولما بتضيف البشاميل على المكرونة وتقلبها مع المكرونة بتبقى المكرونة كلها طعمها واحد فوق زي تحت، ما بتبقاش مثلا الوش ليه طعم وباقي صينية المكرونة بتاعتك لها طعم تاني. لا، بيبقى كلها طعم واحد، بيبقى كلها طعم، بيكون طعم البشاميل كل واحد يعني زي فوق زي تحت. ويكون طعم المكرونة مثلا شارب من الجبنة اللي انت حطاها. بس ده لما تكون هتحط جبنة، لكن انا بصراحة ما حطيتش جبنة، انا بحط بيض. يعني اللي متوفر عندي بحط، لو في جبنة بحط جبنة وبستغنى عن البيض، لو في بيض بستغنى عن الجبنة وبحط بيض. يعني اللي موجود عندي بحطه، مش موقف نفسي يعني على حاجة معينة بصراحة. بس دي طريقتي في صينية المكرونة بالبشاميل. وطبعا كل واحد بيعملها بالطريقة اللي بيحبها وبالطريقة اللي تريحهم. يا رب كده الفيديو بتاعي كده ينول اعجابكم. وهنا كنت بوريكم خلاص الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. انا بحطها في الفرن، مش بولع الشوايه خالص، انا بحطها في الفرن تستوي وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده من السخونه بتاعه الفرن نفسه. مش مشغل الشوايه عشان ما تتحركش منه ويكون طعم الوش بتاعها مش حلو. بس كده يا بنات، يا رب كده